بسم الله الرحمن الرحيم. هدوء لو سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا شويه. هتشيله ولا هو يبقى اللي كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يسعدني أن أرحب اليوم نيابة عن عائلتي وبالأصالة عن نفسي بضيوفنا الكرام والذين أتوا إلينا خصيصا من القاهرة للمشاركة في هذا اللقاء الموسع للحديث حول الدستور المصري الجديد هدوء الرقة قليلا. يشرفنا اليوم بالحضور السيد عمرو موسى ابن القيومية هو ليه لازقينه كده؟ الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة ال50 والذي كان انتخابه رئيسا لها من أسباب نجاحها، واستطاع بخبرته ومهارته إدارة الجلسات باقتدار وموضوعية ومنع الكثير من الخلافات السياسية بين أعضائها من الاتساع. فاللجنة كانت تعبر عن التركيبة الحقيقية للقوى السياسية في مصر بأطيافها المختلفة، وهذا ليس بغريب على رجل تعود على النجاح خلال مسيرة حياته. فقد شرفت بالعمل معه في جامعة الدول العربية طيلة 10 سنوات كان حصادها كبيرا، وكانت الخصائص الأساسية التي ميزت قيادته للجامعة والعمل العربي الجماعي هي المبادرة والمصابرة والإنجاز ورفض أي ضغوط أو إملاءات. وقد خلف ورائه جامعة عربية في أوج حيويتها تغطي أنشطتها كل المجالات الممكنة لحركة العمل العربي المشترك. وقد يكون الشباب الحاضر معنا اليوم لم يعاصروه وزيرا للخارجية، حيث كانت ولايته نقطة تحول في السياسة الخارجية، وتمكنت وزارة الخارجية بقيادته أن تسترجع ليس فقط دورها في قيادة صنع السياسة الخارجية المصرية وفي صياغة أجندة العمل الإقليمية والدولية
كأحد لاعبي البارزين، ولكن وهو الأهم في وضع سياسة خارجية حظيت بقبول شعبي مصري واسع وعربي أيضا، بالإضافة إلى احترام المجتمع الدولي. ويشرفنا أيضا بالحضور اليوم السيد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأيوبية. في عمر خالد محي الدين لنتخذ منه مثلا وقدوة ونحذو حذوه في الكفاح والنضال. كما أشكر أخي وصديقي المناضل الوطني العظيم الأستاذ خالد يوسف الذي دعاني اليوم لحضور هذا المؤتمر. نجتمع اليوم في مؤتمر بدستور مصر، والذي يعتبر بحق هنا مجاملة أو مبالغة أعظم ما شهدته مصر من دساتير منذ عام 1923. هذا الدستور هو عقد بينكم جميعا وبين الدولة. هذا الدستور سيجد كل مواطن مصري نفسه فيه، لم يفرط في حق من حقوقكم، لم يهمل شعار الثورة، عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. كان الشغل الشاغل للجنة 50 التي اجتمعت ممثلة لكافة فئات وأطياف وتنوعات هذا المجتمع، كان شغلها الشاغل وهمها الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية لشعب عانى ظلما اجتماعيا لعقود طويلة. فجاء الدستور محققا لتلك العدالة. من اليوم لن يكون هناك تمييز بين مواطن ومواطن على اساس الدين او اللغة او العرق او الجنس او الانتماء الاجتماعي او الجغرافي او السياسي. لن يهدر حق الفلاح. فاقر الدستور التزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية بهامش ربح للفلاح. كما ألزمت دستور الدولة بضمان اجتماعي للفلاح وصغار المزارعين والصيادين والحرفيين، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي. كما لم يهمل أمر العامل، فهناك 45 مادة في الدستور متعلقة بحقوق العمال والفلاحين والمهمشين من أبناء المجتمع الذين عانوا ظلما اجتماعيا كبيرا. هذا الدستور حول الوحدة الوطنية التي كنا نتغنى بها ونستخدمها شعارا إلى واقع وحقيقة وإلزام والتزام على الدولة. حول المواطنة التي كنا نتغنى بها كشعار ليس له أساس من واقع إلى إلزام والتزام على الدولة. هذا الدستور هو حقكم وهو نتاج ثورتكم، وأدعوكم إلى الذهاب يوم 14 و15 للتوقيع على العقد الملزم للدولة بحقوقكم جميعا. وأشكركم، وحمى الله مصر وحمى جيشها الأبي وشرطتها الأبية التي تعاني اليوم. الجيش والشرطة قبل أن أختتم، الجيش والشرطة يخوضون حربا شرسة مع إرهاب أسود لا قلب له ولا ضمير ولا عقل، بأسلحة تستخدم في الحروب. والشرطة صامتة والجيش صامت والشعب صامت، وسيخلصنا بإذن الله من هذا الإرهاب بقوتكم وصمودكم وجهادكم يوم 15 لإقرار الدستور. كما لا يفوتني أن أحيي السيد المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ القليوبية على حضوره اليوم، وأحيي أخي وصديقي العزيز والذي كان أساسا في نجاح هذا الدستور وأعمال التيسير، وهو السيد عمرو موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوء شوية، هدوء شوية.
نسمع لما باجي اقدم الراجل اللي انا هقدمه لكم ده لازم اقف انتباه، لان ما حدش فينا قدم للفقراء والغلابه قد اللي قدمه. عارفينه؟ محمد غنيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لأهل كفر شبرا الكرام الذين حضروا بهذه الكثافة لهذا الجمع الكريم، وأشكر الأخ والصديق الأستاذ خالد يوسف الذي دعاني لهذا المؤتمر. شرفت أن أكون عضوا في لجنة 50 لصياغة دستور الثورة. حينما ذهبنا لنقاش وصياغة هذا الدستور وضعنا نصب أعيننا أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو: خبز، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لكن كان هناك إضافتين لثورة 30 يونيو: دولة مدنية غير عسكرية أو دينية، ثم استقلال القرار الوطني مسؤول. كنا نعمل وفي عيوننا أرواح الشيخ عماد ومحمد الجندي جدا عن الدستور. مش محتاج أقول لكم تاني هننزل 14 و15 يناير عشان نقول نعم للدستور، عشان نقول إن إحنا عايزين نرفع موازنة التعليم، عايزين نرفع موازنة الصحة، عايزين نرفع موازنة البحث العلمي، عايزين مزيد من الحقوق والحريات، عايزين بلدنا تبقى كبيرة، عايزين زي ما عم سيد حجاب كتب في ديباجة الدستور، عايزين المواطن السيد في الوطن السيد. انتوا اسياد البلد دي، وانتوا اصحاب البلد دي، وانتوا اللي لازم تحكموا البلد دي. النهارده بنقول 14 و15 يناير هيكونوا اليوم المتمم لثورتي 25 يناير و30/6. عايز اقول لكم ان يوم 3 يوليو لما كنا في الاجتماع مع فريق عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بنقول لكم يوميها كان النقاش هنعمل استفتاء ولا هنعمل انتخابات رئاسية مبكرة زي ما انتوا طلبتوا في استمرار التمرد. وانا بتناقش مع الفريق السيسي فاكر كويس اني قلت له سيادتك القائد العام للقوات المسلحة، بس
وعدناكم وعداي التمرد ان احنا هنكون تحت امركم. احنا برضو بنوعدكم تاني حملة تمرد وكل شبابها معاكم. اللي انتوا هتقولوا عليه احنا بننفذه. احنا هنكون صوتكم، احنا هنكون الصوت اللي يعبر عنكم، اللي يدافع عن الحق والحرية. احنا اللي هنبقى معاكم لحد ما صوتكم يوصل في اعلى مكان وانتوا بتقولوا عاش حرية عدالة اجتماعية. هو انتوا زيه بيقول الشعب يريد السيسي رئيس، هو اللي بيقول انتوا زيه. طب انا بقول لكم لو عايزين السيسي رئيس للجمهورية لازم تنزلوا 14 و15 يناير قدام سنتين استفتاء وتقولوا كلكم نعم. لازم ال 35 مليون مصري اللي نزلوا في الشوارع واكتر يكونوا قدام سنتين استفتاء. مش عايز اطول عليكم، انا عايز اشكركم على حسن الضيافة والاستقبال، وعايز اقول لكم الدستور ده مش يعني هندخل الجنة او ندخل النار لو قلنا نعم. ما بيوديش الجنة ولا بيودي النار. الاستقرار بتاعنا المؤمنين بيه هو الاستقرار القايم على العدل. بس الدستور اللي احنا بنقول لكم قولوا على نعم هيأسس لمستقبل افضل لبلدنا، هيأسس لدولة فيها المسلم والمسيحي زي بعض، هيأسس لدولة فيها الغني والفقير زي بعض، هيأسس لدولة فيها الشعب المصري صاحب الحق وصاحب القرار. عايز اشكركم مرة تانية على الاستقبال. السلام عليكم. والآن في بلد الفلاحين كفر شكر نستمع إلى صوت الفلاحين الذي يساعد على احترام قراره، ولذلك السيادة لكم وليست لأي مؤسسة منفردة. لا، بدون برنامج رئاسي لأي شخص مهما كانت قيمته لن نكون معه، إلا أن ينشر لنا الحياد التام للشعب المصري ولقضايا الشعب المصري، ساعتها سوف نكون معه بأجسادنا وقلوبنا. أما أن يأتي وهو لا يحمل انحيازا واضحا لهذا الشعب لأنكم تستحقون الكثير، ساعتها سوف نقول أول رافضين لمن يأتي بلا برنامج. أشكركم مرة أخرى. أنا عايز أقول إن اقتربت من تلك القامة والقيمة الكبيرة السيد عمرو موسى في لجنة ال50 على مدار 3 شهور، وأشهد شهادة إني اكتشفت هذا الرجل، اكتشفت وطنية عميقة، واكتشفت سياسة، واكتشفت استقالة سكينة. لولاه ما كان الدستور سيخرج لكم. لولا هذا الرجل هو من أدار تناقضات هذه اللجنة وتحمل الجميع وأنا منهم، وتحملنا جميعا، وأصر أن يخرج لدار الأمان بدستور يليق بنضال الشعب المصري. هذا الرجل ابن القيومية، أيضا في كتير فيكم
وبه نستعين. يا أهل كفر شبرا الكرام، يا شعب كفر شبرا الكرام، المواطنون المواطنات، أنا سعيد جدا أن أتيحت لي هذه الفرصة لأزور هذه القرية الكريمة، هذه المدينة الكريمة، هذه المنطقة المهمة في مصر، بلد التاريخ الجديد في الثورة، بلد خالد محي الدين الذي أهنئه اليوم بهذا الوسام الرفيع الذي استحقه منذ اليوم الأول بقيامه بثورة 23 يوليو مع زملائه وعلى رأسهم جمال عبد الناصر. والدستور لابد ان قرأتموه يتحدث عن ثورة مصر كلها منذ الثورة الشعبية الكبرى عام 1919 وغيرهم قبل ثورة 23 يوليو بهذه القيادة الفريدة لجمال عبد الناصر، ثم بثورة 25 يناير اكتملت في 30 يوليو بالإعلان والتأكيد والوقفة الصامرة عن الكرامة، الحرية، العيش والعدالة الاجتماعية. إن الدستور يترجم تاريخ مصر، يترجم حاضر مصر، وينطلق بمصر نحو المستقبل، المستقبل الذي نريد أن نعيد بناء مصر من أجله. مصر حصل فيها خلل، مصر ليست على ما يرام، ولا بد لنا أن نعيدها إلى طريق التقدم والرخاء. هذا الدستور هو الخطوة الأولى، وكلمة نعم من جانبكم هي القيادة، عدلة القيادة التي يجب أن يمسك بها الشعب. الدستور سيكون هو صاحب السلطة الأعلى، هو أعلى سلطة في مصر فوق الرئيس وفوق الجميع. الدستور هو الوثيقة الأولى، هو الأساس، هو المنطلق. لا يكفي نعم واحدة، كلنا قلنا آمين بالدستور، آمين بالدستور. الدستور دستورنا، نحن كتبناه وقرأناه ووافقنا عليه نحن المصريين جميعا. هذا الدستور الذي يتحدث عن حقوق المصريين، يتحدث عن حريات المصريين، يتحدث عن مصالح المصريين، يتحدث عن مستقبل كل مصري، يتحدث عن العمل وليس البطالة، عن الإنتاج وليس الكسل. مصر يجب أن تعرق، نحن جميعا يجب أن نعرق حتى ندفع بمصر أمام. مصر تحتاج لكم، إلى عملكم، إلى إيمانكم، وليس فقط إلى هتافكم، إنما العمل، وعلى الدولة أن تقدم هذا العمل وأن تنتهي هذا الطابور الطويل من العاطلين، لأن الإنتاج والسياسة كانت خاطئة. السياسة يجب أن تعود مرة أخرى إلى الطريق السليم لنعود بمصر إلى الرخاء وإلى الحرية وإلى القوة التي كانت عليها مصر، القوة والمنعة والنفوذ الإقليمي، النفوذ الدولي الذي اتخذته مصر لما حدث بها الخلل. المواطنون المواطنات، أهل كفر شبرا الكرام، إن أمامنا عمل طويل جدا حتى نعود بمصر إلى طريق التقدم والرخاء، والبداية هي الاستفتاء على الدستور. اذهبوا للاستفتاء، قولوا نعم، قولوا نعمين. الدستور هو البداية، قولوا معي: عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة، وتحيا مصر،
وتحيا مصر، وتحيا مصر. شكرا، شكرا جزيلا. نشكر السيد عمرو موسى، ونشكر السيد المحافظ، ونشكر السيد الوزير، ونشكر اعضاء اللجنه جميعا، ونشكر حزب التجمع، ونشكر التيار الشعبي ورئيس مجلس المدينه، ونشكر مديريه امن القليوبيه وكل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر. لا يفوتنا ان نذكر ابناء كفر شكر العظام، ابناء كفر شكر العظام الذين لم نذكرهم: الدكتور صفوت محي الدين، الدكتور صفوت محي الدين، والدكتور محمود محي الدين، والدكتور فؤاد محي الدين، والدكتور مصطفى خليل، وجميع ابناء كفر شكر العظام الذين اصلوا الحياه السياسيه. وشكرا. ايوه